ست جزارة من شوارع طنطا الشعبية، فيديوهاتها قلبت السوشيال ميديا. أم السيد عبد الرحمن بتاعة الغلابة، واللي عنوانها ببركة ربنا. لحمة رمضان عندها ب200 جنيه، وأسعار فواكه اللحوم رخيصة جدا. بتلبس أحلى عبايات والدهب مال إيديها ورقبتها. تعالوا نشوف إيه حكايتها. الحاجة أم السيد عبد الرحمن الجزارة، ست واقفة على رجليها قدام المحل بتاعها اللي موجود في شارع السلخانة القديمة بطنطا، والكاميرا بتصور الحقيقة زي ما هي. فيديوهات أم السيد مش معمول لها ديكور ولا إضاءة ولا مونتاج ولا في سيناريو مكتوب، يا دوب الكاميرا بتتفتح وهي واقفة جوه أو بره محل الجزارة اللي اسمه ولاد عبد الرحمن، وشهرته محل العتاولة، واللي ورثته عن جوزها بعد ما كانت بتقف وتشتغل معاه من وهي صغيرة. وبتظهر وهي ماسكة العدة في ايديها واللحمة قدامها، وكأنك زبون واقف تستني دورك. واغلب محتواها بيعتمد على شغل الجزارة نفسه، ودايما بتقول احنا ولا نمرة واحد ولا نمرة اتنين، احنا ببركة ربنا. ومع بساطتها دي بس بتلاقيها لابسة عبايات شيك، ولابسه غوايش وخواتم وسلاسل ذهب ما شاء الله. طبعا كل ده غير العروض والاسعار الغريبه اللي بتعملها على اللحمه والكوارع ولحمه الراس، وكل حاجه بتتباع عندها في محل الجزاره، واللي ارخص من بره بكتير جدا. وتشوفها وهي بتنظف اللحمه وبتقطعها وتشرح الفرق بين الكندوز والضاني، وتقول لك ايه القطعه اللي تنفع شاورما، وايه اللي ينفع يتسلق او يتشوي، وايه اللي يطلع احلى كفته. وكله كلام بسيط ومفهوم ومن غير تعقيد، طالع من خبره سنين مش من كتب. ووسط الشغل ده هنلاقي ام السيد ما بتبخلش بالنصيحه، ودايما تقولك ازاي تعرف اللحمه الطازه من لونها وريحتها، وتحذرك من الغلطات اللي ناس كتير بتقع فيها وهي بتشتري، وتفهمك ان مش كل غالي كويس ومش كل رخيص وحش. وده اللي خلى فيديوهاتها مفيده بجد مش مجرد فرجه، والناس بتجري على فيديوهاتها ومحلها. بس اللي بيميزها اكتر ان فجأة وسط تقطيع اللحمة تلاقيها بتطلع بكلمة من القلب، تحكي عن التعب وعن الشقة وعن انها ست اشتغلت شغل رجالة، وان الرزق محتاج صبر. كل ده كلام بسيط بس بيوصل للقلب وبيخلي ناس كتير تحبه. وكمان في فيديوهات كتير بيظهر معاها ابنها عبد الرحمن بيساعدها ويهزر معاها ويقف جنبها في الشغل. العلاقة بينهم واضحة وفي تعب مشترك واحترام وحب، وده بيضيف بعد انساني قوي بيخليك تحس انك بتتفرج على عيلة مش محتوى وخلاص. وكمان الهزار حاضر في فيديوهاتها مع الزباين بس بحدود، وردود تلقائية قدام الكاميرا، ومواقف يومية بتحصل في اي محل في مصر. العفوية دي هي سر النجاح، لان الناس بتحب اللي شبهها. كمان ام السيد بتتفاعل مع متابعينها على السوشيال ميديا وخصوصا فيسبوك، وبترد على التعليقات، بتشكر الناس وتدعي ليهم، وساعات بتعمل فيديو مخصوص عشان تجاوب على سؤال اتكرر كتير، وتحس ان الصفحة قريبة مش بعيدة ولا متكبرة. وكمان بتعمل حساب الغلابة وبتعمل عروض كتير، واخرها عرض لحمة رمضان والكيلو هيبقى ب200 جنيه، و4 كيلو كرشة ب100 جنيه، وكيلو لحمة الراس ب100 جنيه، وكيلو الممبار ب100 جنيه، و2 كوارع ب400 وعليهم واحدة هدية. وكل ده علشان خاطر الناس الغلابة تاكل لحمة وفواكه اللحوم.